غادي نحضر معكم مادلين كيجي زوين وخفيف. عندي 3 البيضات، عصير ديال نص حامضه، ونص كاس ديال الماء دافي، قشور ديال الحامض محكوكين، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت ديال العنبه ما يكونش عامر، والدقيق والخمارات. خليكم معايا جدوهم ان شاء الله. يا بسم الله. نبداو. البيض يكون حراره المطبخ، واذا ما كانش في الحراره المطبخ ديروا شويه الماء في كاسرونه يسخن، وديروا داك البيض غير واحد شويه يدفى فيهم باش كتجي كيكه زوينه. نزيدو كاس ديال السنيده، نطرب معكم هاد السنيده والبيض ونرجع. هانتي من بعد ما طربت هاد البيض وسنيده، نزيد كاس ديال الزيت، هاد الصوت هذا يكون يبرزكم يخدلوا عليا وصافي. من بعد غادي نزيدو قشور ديال الحامضه. صراحه الله كيجي المذاق زوين. هدية لا في الكيكه ولا في المادلين عندي معتمد انا صراحه، كتعجبني الكيكه ولا المادلين بحال ديال الحامض. في عيط سميتو هذا كاس ديال نص كاس ديال الماء، بغيتو تعوضوه بنص كاس ديال الحليب يكون دافي. غادي نضيفو غير بشويه هاد الماء من الاحسن ما نطيحوش في دقه باش كيندمج لنا مع داك العناصر اللي درنا. هانتي ملي كنديرو داك الماء سميتو كتولي. نزيدو دابا عصير ديال نص حامضه. تجي هاد المادلين منعشه زوينه. من بعد غادي نزيدو 2 خمارات. باش كدير خماره مع الحامض حتى كيكه كتطلع مزيان. بسم الله. دابا غادي نبداو نديرو الدقيق. حتى الخميره والحامض كي كيعطيو سميتو كتولي بحال كريميه. انا نوريكم مزيان باش تبان لكم. كدير الحامض هانتي مازال ما درت لا دقيق لا والو. كتولي بحال الكريمه، حيت داك الحامض والخمارات هما اللي رجعوا هاد الخليط هكا قاصح. هانتي مازال ما درتش دقيق وراه هاد القوام ديالو، يعني حيت داك الحامض والخماره داكشي علاش رجعوا هكاك. دابا ان شاء الله غنبداو نضيفو دقيق شويه بشويه. ضروري نغربلوه باش ما كيبقاش فيه داك تدخل معاه الهواء باش كتجي الكيكه زوينه. ولا حنا غير كنشاركو معاكم شنو كنديرو. كلشي تبارك الله ما شاء الله دابا كيعرف قليل غير كيكونوا هكا شي بنات يلاه باقيين عاد باديين ولا هذا كيكونوا كاين دابا حتى واحد ما كيحرش شنو يدير. التليفون تبارك الله فيه كلشي.
العجينه ديالها بحال الجينواز كنحس بها. هانتي شوف العجينه ديالي كنحس بها بحال اللي كتخدم جينواز. رطبه. نزيدو شويه ديال الدقيق. تخليوهاش قاصحه بزاف، الكيكه ما كنديرهاش قاصحه بزاف صراحه. هاتي ها القوام اللي ولا. تكونش قاصحه. هاتي تبقى الخليط هكا بحال كيكتب صافي راه بركه. المهم خليكم معايا انا نعمر هذاك، نجبدهم بعدا ونقادهم ونرجع معكم. هنا نبدا كنعمر معكم، ندخلها الفران ان شاء الله ونشارك معكم كي جات. وين يا خوتي انا كنعمر معكم، باقي ما شريتش هذيك باش كيعمروا صراحه الله قلبت عليهم ما لقيتهاش. كدير داك الخليط وكتبقى تعمر ساهله ما تقطر لك، ما تعمرهمش بزاف حيت فيهم الحامض. الا عمرتهم بزاف غادي بقاو كيفيضوا، احسن ما يتعمروش بزاف، ماشي تخليهم خاويين وماشي. يا خوتي من بعد ما عمرتهم ما تعمرهمش بزاف باش ما يفيضوش، وندخلهم الفران ونرجع معكم ان شاء الله. خوتي من بعد ما خرجناه من الفران الشكل ديالها كيجا صراحه كتجي زوينه، المذاق ديالها كيكون واعر روعه. حتى بالنسبه للكميه كتعطيك كميه زوينه صراحه حيت فيها الحامض، كتعمرهمش بزاف شويه. غادي تعطي. انا نحل معكم وحده. هاتي تبارك الله كي كيجيو. هاتي كتجي زوينه تبارك الله ما شاء الله، ونتمنى لكم تقبلوا عليا تجربوها ان شاء الله. فيها شي مقادير بزاف اللي غادي تعكزوا عليهم، غادي تجربوها ان شاء الله تصدق لكم ان شاء الله زوينه يا ربي. وما نساش تشتركوا في القناه وديروا لنا واحد اللايك، وشكرا لكم بزاف بزاف.